السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بص أنا يعني إيه، بصراحة أنا معزومة برا ورحت عند أختي، فالمهم قالت لي إيه، هناكل سمك. امبارح بصراحة احنا كنا أكلة كده، ممبار بقى على كرش على مش عارفة إيه. المهم راحت جابت لي سمك، صحت من بدري، طبعا ما بناكلش التونة، مفيش حد بياكلها كتير. فراحت جابت هم عدد التونة 3 واحنا عددنا مش كبير، راحت جابت لنا السمك ده وجايبهولي مش متنضف، وقال بتقولي نضفيه. يعني انا مش فاهمه، عشان موخلهم معايا جدا مخليهم، يعني انا بيني وبينكم والله تعبت، لان امبارح تعبت، عملت حاجات كتيره جدا، وكمان كملت ان جايبالي قال السمك مش متنضف. ولسه وانا بقى شغلانه السمك دي اساسا بتاخد مني وقت قد كده، وكمان ما عندهاش المقص الكبير، بقول لها فين المقص بتاع السمك، هي مش لاقياه، فجايبالي مقص معرفش عمليات ولا ايه، فانا مش عارفه. المهم هنستعين بالله ونبتدي ان احنا ننضفه الاول. هنقشر السمك زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما انتوا شايفين كده. ما انا هعمل ايه، ما انا كل ما اروح ما فيش حد بيعزمني خالص كده لوجه الله، اللي يعزمني اللي اعمل له اكل، لا يقول لي اعملي لي كيكايه، لا يقول لي اعملي لي تورتايه، مش فاهمه. بتعرف قدري، وقال واخده يوم اجازه، قال والله واخده يوم اجازه، قلت اروح بقى استريح، اعيش بقى عيشه الناس اللي بتتعزم عند الناس. من امبارح وانا عماله شغاله في اكل وحلويات، وكملت امبارح راحوا جابوا لي تورتايه، وقال يقولوا لي ايه كل سنه وانتي طيبه، وانا عيد ميلادي اساسا كان فات، كان في شهر 10. وكمل، وخدوا بقى التقيله، عندها قطه، وبيني وبينكم اختي دي تعبانه شويه، راحت عامله ايه، اللهم صل على النبي، راحت بيني وبينكم بصيت لي السجاد ثابت عليا، بعد بقى ما خلصت كرشه وفشه ومنبار وتنظيفهم بقى، مش جايباهم مش متنضفين، رحت انا ماسكاه، والله مسكت لها السجاده غسلتها، ثابت عليا، رغم ان انتوا عارفين ان انا تعبانه يعني. بس بيني وبينكم كان يوم حلو والله، وقضيناه امبارح ولحد الفجر كنا بنضحك، غيرنا لها نفسيتها، هي تعبانه شويه، ربنا يشفينا ويشفي الناس جميعا يا رب، وغيرنا لها نفسيتها بصراحه. المهم كملت بقى ان نزلنا جبنا السمك، قال مش متنضف. يا عمي نضف لنا السمك، لسه بدري، الولد اللي بينضف قال ما جاش، على حظي، ما انا عارفه، ما البخت. يلا المهم مش هطول عليكم، ثواني بقى ان انا ايه اكمل بقيه السمك، اكمل تنظيف وارجع لكم تاني واوريهولكم اثناء ما ننضفه. زي ما انتوا شايفين انا غسلت السمك اهو، خليته زي الفل وقلبه زي الفل اهو، تمام. هنمسك بقى السمك، هو بصراحة السمك تعرفوا السمكة كويسة تبقى ناشفة، والسمكة البولتي اللي تبقى طعمها حلو ومسكر تبقى الظهر بتاعها تخين كده ومليان لحم، وتلاقوها نازلة مدورة كده من عند وهي نازلة على الديل فيها تدويرة كده، انما ما تبقاش الناشفة دي، بتبقى مسخة حتى، يعني انتوا بتلاقوا فيها بطارخ اهي، البطارخ اهي، بطارخ البولتي حتى اهي، بصوا اهي بطارخ البولتي اهي. السمكة اللي تلاقاها مليانة كده ومن هنا مليانة بتبقى انتاية ومبطرخة كده. بنمسك السمك قس كده، بفتح فتحة منها للتسوية ومنها لو في أي مية وهي بتتقلي، وفيها لو فيها مية، عمته انت بتجيبي حاجات فيها أي مية أي حاجة بتطلع معانا أثناء القلية، وبتبقى السمكة مقرقشة كده وجميلة ومقرمشة، تمام. أنا كده عملت السمك كده قدامكم كله اهو، بس كده. هنيجي بقى احنا للمرحلة التانية، احنا كده جبنا الكبة وحطينا فيها التوم اهو، انا بتكلم معاكم اهو، ده اهو جبت قرنين فلفل اهم، قرنين بالعدد، عشان بس ايه، انا من عادتي بحب احط كتير قوي في الفلفل، بس عموما هي اختي تعبانة، فانا مش هنقدر ايه ان انا اكتر
في الفلفل عشان هي برضو ايه ملهاش، انما يعني كوني ان انا حتى وبحط بس ليمونه بالقشر واحده بس، وبعد كده هحط ميه الليمون هوريكم دلوقتي اهو. وباجي احط الملح في الكبه اهو تمام، وبحط الكمون معايا اهو. ده الحاجات اللي انا حطيتها. هنيجي بقى لمرحله الدوشه، اللي هو الدوشه بقى ان انا ايه هقفل الكبه تمام. اخد بس الكبه من هنا اهي، وكده انا هبتدي ان انا ايه مرحله الدوشه. كده انا بدأت ايه هنعمه قوي برضو تاني تمام. هو نايم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو تمام. خلاص باجي اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، ريحتها تحفة تمام. انا باجي هنا اجيب بقى السمك بتاعي وابتدي بقى ايه امسك السمكية كده املاها من جوه ومن بره كده، وادخل في الفتحات اللي انا عملتها اهو، واحيق السمكية كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بمسكها كده وامسكها من اهي كده، وبملاها من عند الفتحات زي ما انتوا شايفين اهي السمكية. بمسكها من جوه وكده، واخدها كمان من بره ومن الفتحات بتاعتها اهي. السمك ده يساب نص ساعة في التتبيلة دي اقل شيء. ليه بقى؟ لان تاخد وتدي مع التتبيلة. خلوا بالكم ان انا حطيت ليمونه واحده، لسه ما حطيتش ليمون. انا لسه دلوقتي هعصر بقى ليمون خارجي كمان، ليمونه واحده بالقشر بتاعها تمام اهو معايا زي ما انتوا شايفين اهي. ونفس الكلام، هو المفروض ان انا التونه دي اني انا بحشيها بصل وبحشيها طماطم وبحشيها كرفس، بس بيني وبينكم هم مش عايزينها النهارده محشيه، وبحشيها طماطم وكرفس وبصل وجزر مبشور، بحشي الكلام ده كله. بس هم النهارده مش عايزينها، هم عايزينها معموله بس بالتتبيله العاديه دي اهو تمام. وكان في شويه بطارخ كده من السمكه اهو. بجيب السمك قدامكم زي ما انتم شايفين اهو. بجيب بقى الليمون كده اهو، الليمون، وببتدي ان انا برضو ايه اديله من بره، اديله بقى الليمون من بره كده، احط معاه القشر كده وابتدي برضو اهو ادي ليمون من بره برضو اهو زي ما انتوا شايفين. ريحته تحفه اهو. وهيساب كده في التتبيله نص ساعه اقلها ماشي. على ايه نوقف كده وهرجع لكم ونعمل. بصوا جينا بقى على بال ما السمك يتبل بقى وياخد ويدي كده في تتبيلته تمام. هعمل شويه الرز الصيادية كده تمام. عادي بقى اهو، حضرت لهم بصلتين زي ما انتوا شايفين اهما تمام. ناخد بقى البصل كده
هاخد البصل نعمه على قد ما نقدر. انا كنت ممكن اعمله في الكبه، بس انا بيني وبينكم بحبه يدوي. احب انا احب البصل اعمله بايديا كده عادي يعني. والله ما انتوا شفتوا الكبه قدامكم، انا جايباها معايا اصلا. هي ما عندهاش كبه وانا مسلفها كبتي شويه. يلا بقى حرام. لا عندي كبه تانية، عندي كبه تانية كبيره كده، كانت امي جايباها الله يرحمها، بس دي كنت جايباها في عرض كده. تمام زي ما انتوا شايفين كده. على البصل، الرز ده حلاوته في البصل انك تكتر البصل فيه. تمام هتيجي البصلايه التانية. خلي بالكوا يعني البصلتين الكبار دول هعملهم اللهم صل على النبي يعني على كوبايتين رز، يعني مش هكتر. انا بحب الرز الصيادية ده، يبقى حلاوته ان البصل بتاعه يبقى كتير. حلاوته في البصل بتاعه ان هو يبقى كتير. وطبعا المفروض ان ايه، ان اقلب بحلة معلقة خشب، بس بيني وبينكم الثقافة دي مش عندي. هو والله انا شايفة معلقة خشب، بس بيني وبينكم انا الثقافة دي مش عندي بصراحة. اهي والله اهي خشب دي ولا مش خشب؟ قولوا لي يا متعلمين يا بتوع المدارس، خشب دي ولا مش خشب؟ بس بيني وبينكم انا بحب، انا قديمة شوية. تتجرح بقى ما تتجرحش مش بتاعتي. احنا كده اهو مع البصلة، نفضل بقى معاها، لان البصلة دي يعني ايه حلاوتها بقى في ان هي تغمق معاك مش تتحرق. اهي بقى، واحنا كده اهو هناخد وننزل. انتوا تعرفوا ان في البلد عندنا في المنصورة يعني طريقة الرز اللي هو الصيادية بالبصل، اللي هو الرز البني او الاحمر زي ما بيقولوه. احنا عندنا في البلد بياكلوه رز ابيض، رز ابيض مع السمك زي بتوع اسكندرية نفس الكلام برضه. بس ماما الله يرحمها امي كانت من طنطا، واضح ان هي يعني ايه يعني بتوع طنطا بياكلوا الرز ده، لان طبعا هي اللي عودتنا بطبعها ده. بس بيني وبينكم لما بروح البلد انا بلاقيهم عاملين حلة رز كبيرة جدا، رز ابيض بس. والسمك، معظم السمك بيحطوه لنا في الرز، بيدفن في الرز كده برام السمك ده يعني. او احنا كده اهو زي ما انتوا شايفين. وخليكم معانا بقى لحد ما ايه البصل بتاخد وقت شويه. دي بقى البصل زي ما انتوا شايفين كده اهي، شايفين ده اللون البني اللي انا عايزاه. تمام، بنزل كوبايه ميه اهي، شايفين كده، دي كوبايه الميه الاولانيه. ده كده لسه ما حطيتش البهارات. تمام، وادي الكوبايه التانية. ثلاث كوبايات الميه هما. بص بقى، احنا دلوقتي اللي احنا هنحطه دلوقتي، هنحط ايه؟ هحط بهارات مشكله. ركزوا معايا، دي بهارات انا لسه عاملاها. دي عباره عن ايه؟ حبهان، كزبره، فلفل، كركم، كمون، فلفل اسود. تمام،
طبعا انا بحط فيها ورقتين لورا، ورق الشوربة اللورا ده، كل ده بيتطحن. تمام. انا باخد منه بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في الرز البني، بستخدمه اللهم صل على النبي في خلف المحشي، بستخدمه في الفراخ، بستخدمه في تتبيلة اللحمة. بصراحة يعني الطريقة دي يعني والله غنتني عن البهارات المشكلة اللي يقولك 7 بهارات 8 بهارات. لا، هو انا بجيب الحاجات دي كلها بطحنها مع بعض، والله بتديني فعلا، بتديني طعم. اهي دي بيبقى شكلها، اللون بتاعها ده بيبقى الشكل بتاعها. هاخد شوية تاني والله. اهي دي بتغنيني، بستخدمها ولا بجيب 7 بهارات ولا 8 بهارات، بستخدمها في كل حاجة وبتديني طعم تحفة. زي ما انتوا بقى شايفين اللون بتاعها، شايفين اللون، شايفين اللون ده. انتوا كمان ايه، بصراحة يعني في ناس بتحط معاها طماطماية، بس صدقوني من غير طماطم احلى. يعني هي بالطماطم كويسة، لو حطينا طماطماية كويس، بس من غير طماطم الرز بالطريقة دي بالبهارات اللي انا قلتلكوا عليها تحفة. لو ما عندكوش خلطة البهارات اللي قلت عليها، تحطوا كمون وفلفل اسود وملح، كمون وفلفل اسود وملح. وادي كده الرز اهو، اهو زي ما انتم شايفين، شايفين اللون بتاعه اهو. شايفين؟ انا هوريكم، اقرب لكم الكاميرا. ايه رايكم؟ ادي الرز لسه بقى بيتشرب. هنسيب بقى الرز ونروح دلوقتي هنغطي بقى الرز كده خلاص، ونروح بقى على الصاجة. انا طلعت صاجة الفرن، ما عنديش صاجة، وطبعا يعني احنا هنا عندها يعني انا ما اعرفش حد، فهي جايبه يعني. بصراحه اللي جاب لنا السمك لا مغسول ولا متفضي عني، فاضطريت ان انا اعمله في البيت. طيب انا هنا جبت الرده، طبعا الرده انا حاطه فيها معلقه بهارات من اللي انا عاملاها، وحاطه فيها شويه ملح. تمام اهو، ده سهل جدا، ده ما فيهوش اي قصه اهو. واحطه كده اهو زي ما انتوا شايفين، موضوع بسيط جدا مش مستاهل. ورينا كده السمكة هي، ودي الصاجة بتاعت الفرن اهو. وارجع تاني احط السمكة التانية اهي جنبها، وبجيب تالت سمكية. خلوا بالكم ان انا بعمل السمك ازاي، اللهم صل على النبي. انا في العادي انا بعمله بحشيه بصل زي ما قلت، وتوم وفلفل حراق وفلفل الوان وبصل ببشره بحشيه، بس هم مش عايزين كده، هم عايزينه رده بس والخلطه بتاعت السمك اهو. هنسيبه على النار ثانية بس. وزي ما انتم شايفين كده اهو، اهو قدامي اهو بالشوي، انتوا شايفين حتى الدخنه اللي طالعه. تمام. والشفاط شغال، وهوريهولكوا لما اجي اقلبه، خليكم معايا. اني هقلي بقى السمك، انا جبت الدقيق وحطيت عليه معلقتين زي ما انتوا شايفين. هاتي الكاميرا كده اهو، انا حطيت عليه معلقتين النشا، معلقتين بس، وشوية ملح وفلفل اسود وكمون. تمام اهي. انا بقى ما بحبش الحركة بتاعت انزله في المية وارجعه تاني، انا ما بحبش الكلام ده. انت التقاطيع بتاعت السمك دي اهي، دي كفيلة ان هي تطلع اي سوائل جوه السمكية في الزيت. تمام. بنفضها كويس زي ما انتوا شايفين. تمام خلاص. هبتدي بقى اخلي اهو
اهو زي ما انتوا شايفين كده. ادي السمك وانا بقليها، وزي ما قلت لكم التقطيع دي كفيله ان هي تطلع اي سوائل وتخلي السمكه مقرمشه. طبعا في بعض كده ادي. ريحة والله يعني سبحان الله. انا ما بحبش اي افتكاسات بصراحة، هو السمك طول عمره معروف، هي وكمان معلقتين النشا اللي انتوا بتحطوهم في الدقيق، عشان دلوقتي يعني الناس بتحب الحاجة تبقى فيها نسبة قرمشة كده بس. واحنا هنا كده اهو بقى سمك على النار زي ما انتوا شايفين. انا خلصت السمك المشوي بس نسيت اوريهولكم. انا هخلص كل حاجه وهقدمها لكم في الاخر، هخلص كل حاجه ان شاء الله واقدمها لكم في الاخر. واحنا كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا السمكه والشكل، بصوا ناشفه ازاي معايا، شايفينها اهي. وانا بوقفها شويه، انا بوقف السمكين شويه معايا اهو، بتنزل اي سوائل هي فيها اهو زي ما انتوا شايفين كده. برجع تاني اردها تاني، ده بيبقى شكله. وعلى بال ما هي تتعمل اكون انا عملت طبق السلطه اهو. اكون انا بعمل طبق السلطه بسرعه. وانا على بال ما السمك يتقلي، انا على بال ما السمك يتقلي بعمل طبق السلطه. انا بحب السلطه، انا بحب السلطه تبقى قطع كبيره، في ناس بتحبها صغيره بس انا لا ما بحبهاش، احبها تبقى القطعه معايا كبيره كده. معرفش ايه السر، بس احنا اتعودنا على ان نقطع السمكه قطع كبيره، نقطع السلطه قطع كبيره تمام. وانا ما قشرتش الخيار، بس انا نقعته في خل
سخنة كده زي ما انتوا شايفين، والسمك برضو منه بيتقلي اهو على البوتاجاز. هو في عينات طلعت من السمك. وبكده اكون خلصت الاكله كلها على بعض. انا في الفتره اللي على بال ما السمك اتقلى انا كنت عملت السلطه، وادي سلطه الطماطم اهي كلها كامله متكامله بقى، بقدونس على طماطم خيار بصل فلفل، تمام. وادي السمك زي ما انتوا شايفين ومقرمش ازاي، بصوا، وقلب السمكيه ما شاء الله عليها، بصوا ما شاء الله. وادي سلطه الطحينه عملتها، وادي الرز اللي انتوا شايفينه الجميل اهو المفلفل اللي كل رزايه برزتها، وادي السمك بعد ما اتشوى. وارجع اقول لكم بالهنا والشفا وبصراحه والله يا ريتكم معانا وتفضلوا معانا و... ومتنسونوش بقى باللايك والشير. باي باي.